ازيك؟ يا رب تكون في احسن حال. هنكمل النهارده في قصه الانبياء، وهنتكلم عن نبي الله سيدنا شعيب وعن قصته زي ما شفت في الثامبنيل كده مع ناس اسمهم اصحاب الايكه. هنفهم يعني ايه اصحاب الايكه، هنشوف القصه مشيت ازاي وراحت لفين وجت منين. بس زي ما بقول كل مره، لو اول مره بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تشترك وتفعل الجرس وتكتب كومنت وتعمل شير كتير جدا عشان نوصل لاعلى عدد من اللايكات واعلى عدد من الشير واعلى عدد من كل حاجه. انا ببقى مبسوط جدا بتفاعلكم، وخصوصا في اخر فيديوهين بتاع سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف ابنه عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، ومن قبله الفيديو بتاع سيدنا اسماعيل وسيدنا اسحاق ولاد سيدنا ابراهيم على كل الانبياء وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. يلا بعد الانترو نشوف قصه سيدنا شعيب مع قوم الايكه او اصحاب الايكه. اولا لازم نبقى واخدين بالنا من حاجه مهمه، ان علماء كتير من علماء المسلمين قالوا ان سيدنا شعيب راح لقومين او تم ارساله لقومين، لاهل مدين ولاصحاب الايكه. فبيقولوا ان اصحاب الايكه مش هم اهل مدين، لكنه ارسل لقومين، اهل مدين واصحاب الايكه. طيب يعني ايه الايكه او يعني ايه اصحاب الايكه؟ اصحاب الايكه هم اتسموا كده لان هم كانوا بيعبدوا شجره من الايك وكان حولها غيضه بتحيط بها، فكانوا الناس دي بيعبدوها من دون الله. فاول حاجه كان سيدنا شعيب بيامرهم بعباده الله وحده لا شريك له، زي اغلب الانبياء وزي رساله كل الانبياء، وهي رساله التوحيد. وفي المقام الثاني الافه اللي كانت عندهم والمشكله الزياده فوق الكفر اللي عندهم كانت ان هم بيبخسوا الناس المكيال وبيبخسوا الناس اشيائهم، بمعنى اصح يعني بيطففوا الميزان، يعني ناس بتغش بمعنى اصح. المشكله عندهم ان هم كانوا بيشوفوا ان لو انت بتغش في البيع والشراء، او لو هو كل ما كان الشخص عنده القدره ان هو يبقى بيطفف في الميزان وبيضحك على الناس، بيشوفوا ان دي مهاره في البيع وان دي كده حاجه تبين ان هو شخص ذكي وشخص شاطر. ولكن سيدنا شعيب ابتدى يفهمهم ان ما تعملوش كده، ما تطففوش الميزان وما تبخسوش الناس اشيائهم، وان هم ما يبقوش بينقصوا من المكيال والميزان بمعنى صح ويضحكوا على الناس، لان ده حرام. زي معبده الشجره اللي هم بيعبدوها دي الكفر بالله سبحانه وتعالى. غريب بقى ان هم كانوا شايفين ان ازاي انت بتقول لنا كده اصلا، وازاي ان صلاتك زي ما بنشوف في الايه الكريمه كده صلاتك تامرك، يعني انت صلاتك بتنهانا عن ان احنا نعبد من مكان بيعبد ابائنا، انت ازاي عايزنا نبطل عباده الشجره اللي انت بتتكلم عنها ديت، وازاي عايزنا نبطل نطفف الميزان والكلام ده كله؟ دي مهاره في البيع من وجهه نظرهم طبعا. فهم بيجادلوا اللي هو انت ازاي اصلا بتكلمنا في الموضوع ده شيء مش مطروح من الاساس. الآفة الأساسية في قوم سيدنا شعيب أو في أصحاب الأيكة هم إن كانوا بيشوفوا إن مفيش ربط ما بين الدين والمعاملة. فهم كان لما تسألهم، يعني لو أنت سألتهم إيه مفهومكم عن الدين، يقول لك هو مجرد قيم روحية، حاجات بقى بتتعمل كده وخلاص وخلصنا. لكن ما تتكلمش معاه في الاقتصاد، مالكش دعوة أنا بستخدم ده في إيه، مالكش دعوة أنا بعامل الناس إزاي، مالكش دعوة بأي حاجة من دي. هم بيشوفوا إن الدين ملوش علاقة بده. فسيدنا شعيب لأنه كان فاهم الخلل ده وان هم مش مدركين اصلا ان في ربط ما بين الدين وما بين المعامله، بيبتدى تاني ان هو يعمل ايه، يحاول يفهمهم النقطه دي ويشفق عليهم، او يبقى يعني يرفق بيهم زي ما بيقولوا، لان هو متفهم الآفة فين. فابتدى يحاول يفهمهم ان لا، ان الدين هو يعني الدين والمعامله الاثنين حاجه واحده. انت طالما بتتدين او طالما انت بتعبد الله وحده لا شريك له، فانت لازم تتقي الله في عباد الله، ان انت ما تاكلش حقهم، ما تضحكش عليهم في الميزان، الكلام ده كله، ان دي مش مهاره ولا شطاره، دي سرقه، ده حرام. فانت كده بتعمل حاجه حرام وربنا مش هيبقى راضي عنك ومش هيبارك لك في فلوسك. فهو بيفهمهم ده، ولكن هم كانوا مستغربين جدا من النقطة. ولكن سيدنا شعيب ابتدى يفهمهم ان هو مش عايز حاجه منهم غير الاصلاح، وان هو بيحذرهم او بيفهمهم ان بلاش تقعوا في نفس الخطأ اللي وقع فيه اقوام قبلكم، زي قوم سيدنا نوح وقوم سيدنا لوط وقوم سيدنا صالح وقوم سيدنا هود. ابتدى يفهمهم ان الاقوام دي هلكوا بسبب ان هم اصروا على كفرهم واصروا على الفساد اللي كان فيهم، وما رضيوش يسمعوا للانبياء اللي جم. وقال لهم وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني خليكم فاكرين ان حتى قوم لوط اللي هلكوا واتدمروا قريبين منكم، زمانهم قريب منكم، فخليكم فاهمين ان انتوا ممكن تتعرضوا لنفس الشيء. لكن هم ما رضيوش برضو يتراجعوا. قال لهم ان هم لو استغفروا ربنا وتابوا اليه ربنا هيرحمهم وهيغفر لهم، خلاص ما اصل هتبقى خلصت. هم لو امنوا بالله وحده لا شريك له ورجعوا عن الفساد اللي عندهم، مش هيكون في داعي من قبل المولى سبحانه وتعالى انه يعذبهم، حاشا لله. خلاص، ما انت لو تبت ربنا سبحانه وتعالى بيتوب عليك. لكن هم استمروا، ولكن خرجوا من اسلوب المجادله والاستهزاء والسخريه اللي كانوا بيعيشوا بيه لاسلوب التهديد. ان هم ابتدوا يقولوا له لولا رهتك لرجمناك، يعني انت خلاص ما امنش معاك غير الضعفاء والمستضعفين والكلام ده كله والفقراء. ولكن هم كناس اغنياء وكناس ساده للقوم بتوعهم
قالوا ان هم مش هيؤمنوا معاه، هم يعني انت اللي امن معاك الضعفاء بس، لكن احنا هم ما امنوش معاه. فخلاص هم بقى ابتدوا يوصلوا ان الصراع بينهم مستمر ووصل لمرحله التهديد، وان هم بيقولوا له لولا رهتك لرجمناك، يعني هم كمان داخلين في سكه ان هم عايزين يقتلوه. وكمان كعاده كل الاقوام اللي سبقوهم استعجلوا عذاب ربنا، وكانت السبب في هلاكهم ودمارهم، لان هم مش بس كذبوا الانبياء ولكنهم استهانوا بعذاب الله سبحانه وتعالى، واستهانوا بان الله سبحانه وتعالى قادر ان هو يدمرهم. كل ما بتفكر في الموضوع ده بتكتشف ان الموضوع مرعب حرفيا. يعني انت فكره ان الله سبحانه وتعالى ممكن يبعت لك اي حاجه من اي حته، دي بتبقى قصه مرعبه. يعني احنا على مستوى زماننا شفناها، مثلا موضوع زي موضوع الكورونا. الكورونا ده في كل الدكاتره علماء الطب بيقول لك ده موجود، ده فصيله موجوده من ضمن فصائل الامراض، موجوده من زمان، مش حاجه جديده. لكن فجاه تهيأت له الظروف اللي خلته انتشر بشكل مش طبيعي، كسر الدنيا. وايه كورونا؟ الموضوع ما كانش ليه علاقه. ربنا بيقول لك ان هو ان هو مش بيرسل بالايات الا تخويفا. كل ده تخويف، كل دي ايات من ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا بس بيوريك لمحه، اللي هو حاجه على قدنا، على قد اللي احنا نستوعبه. انما الله لو عايز يعني يخليها مفيش، في منت، في اقل من منت. فهم كانوا جاهلين بالفكره دي، مش موجوده عندهم الفكره دي. المهم ان هم استعجلوا العذاب لحد ما جالهم حاجه اسمه عذاب يوم الذله. عذاب يوم الذله اتسمى كده لان هم في يوم من الايام خرجوا من بيوتهم، لقوا الدنيا حر شديد جدا. دخلوا لبيوتهم عشان يحتموا من الحر، لقوا جوه البيوت اشد حرا. فخرجوا من البيت فلقوا سحابه او غيمه، اعتقدوا ان هي يعني هتبقى فيها مطر مثلا او فيها برد ليهم وكده. ان هم يعني دخلوا تحت السحابه دي معتقدين ان هي هتبقى برد او فيها نسمه كده ليهم. وفعلا اول ما ابتدوا يتجمعوا ابتدوا يندهوا لبعض عشان يتجمعوا. واول ما اتجمعوا تحتها يقال بقى ان هي نزلت عليهم صاعقه من نار او امطرت عليهم من نار، ان اخذتهم الصيحه، ان نزلت عليهم صيحه فجعلتهم جاسمين على وجوههم. يعني منعت اي حد من انه يتحرك او يستخبى او ما يلحقش، يعني هو ما يلحقش، ان مجرد الصيحه اتسمعت فخلاص روحه طلعت من مكانها. او روحه طلعت روحه طلعت من مكانها، روحه طلعت من جسده دي عشان تنتهي بالشكل ده قصه سيدنا شعيب مع قومه. وده يوريك ان شوف كل الانبياء عانوا من ايه ومروا بايه عشان يوصلوا لان الناس تؤمن بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا بيتعرضوا لايه. وان مش دايما، يعني ده برضو تتعلم من قصه سيدنا شعيب ان الدين المعامله، ان مش حاجه اسمها ان ده مفصول عن ده، لا، الاتنين مرتبطين ببعض اشد الارتباط. ما ينفعش تبقى بتعبد الله وانسان تقي وعابد وزاهد وتبقى عندك حاجات تانية في معاملتك مع الناس مش الطف حاجه، تبقى فيها نصب غش خداع، تبقى فيها اساءه، تبقى فيها نميمه غيبه. الكلام ده هتقول لي انت مالك بتتكلم وكاننا ملائكه؟ لا، احنا مش ملائكه، انا اول الناس اللي بخطأ وكلنا بنغلط وبنعمل بلاوي. بس الفكره ان انت تتراجع، تحاول دايما ان انت تتوب. الله سبحانه وتعالى عالم ان احنا كلنا خطائين. المشكله مش في ان انت تغلط، المشكله ان انت تستمر في الغلط. لما تغلط توب لربنا بسرعه، لكن انت تغلط وتكابر وتقول لا الحاجه دي مش غلط وتبرر لنفسك، فانت هنا اعرف انك دايس في حته مش الطف حاجه. يعني لو انت ابتديت ان انت بتغلط وبتبرر فدي كارثه سوداء. لو انت وصلت للحظه دي مشكورا، تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان توصلك كل جديد. زي ما بقول كل مره، مبسوط بقى بتفاعلكم. اشتركوا كده وزودوا العدد عشان خاطر يوصلكم كل جديد. اشتركوا وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا باستمرار. تفاعلك بيفرق معايا بشكل كبير، وانا اصلا ببقى مبسوط بده. يعني بص، انا ببقى مبسوط بده. فربنا يوفقنا جميعا. النهارده هو فاضل 13 يوم او 12 يوم على رمضان ان شاء الله، فاسال الله انه يبلغنا رمضان ويبارك لنا في شعبان ويبارك لنا في رجب، يعيننا على الصيام والقيام ونكون مبسوطين بإذن الله. اشوفكم في فيديو جديد المرة الجاية ان شاء الله، لو عشتوا كان ليا عمر. شكرا لكم.